هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده الفيديو بتاعنا قصير جدا جدا وسريع، مش هتعبكم معايا فيه. النهارده تاني وصفه من الفيديو الطويل اللي قلت لكم اني مجمعه لكم فيه 3 وصفات. النهارده وصفتنا قلقاس. ايوه انا عارفه طبعا انها اكله شتويه ومش صيفي خالص، ومش ده الموسم بتاعه، بس تعالوا نشوف هنعمله ايه، لانه المره دي اكياس مجمده. طبعا هي مش احسن حاجة، بس ادينا بنعمل اي خضار يفيد ولادنا ويكون سريع وسهل حتى لو مش في الموسم بتاعه. هنا عندي حلة هنزل بيها باللحمة بتاعتي. طبعا زي ما انتوا عارفين اللحمة بحط فيها عظم عشان خاطر تبقى الشوربة بتاعتها دسمة وجميلة. هحط دلوقتي المطيبات الجافة اللي هي ما فيهاش باودر، عشان خاطر لو اللحمة فيها ريم او اي زفارة تطلع على الوش ما تكونش معاها المطيبات. حطيت بصل وثوم وجزر وطماطمايه وورق لورا وواحد قرفه اللي هي درسين. ودلوقتي التوابل الناعمه اللي هحطها هيل وفلفل اسود وبهارات لحمه ومعلقه صغيره ملح، واظبط الملح في اخر الاكله. طبعا مع التوابل اللي حطيتها كمان حطيت شويه توابل حب، يعني جبه بصيني على شويه كزبره ناشفه على الحاجات اللي انتوا عارفينها. اللحمه اتسلقت خلاص، اخدت الشوربه بتاعتها. ولو عشان القلقاس بتاعي مجمد انا بعمل تريكه كده عشان القلقاس ما يدوبش، لانه اوريدي ما بيتحملش سوا خالص. بحط مع الشوربه بتاعته عصره ليمون. ايوه الليمون بيخلي القلقاس يحافظ شويه على القوام بتاعه وما يبقاش كده عامل زي الصابون في الشوربه، يدوب خالص. دلوقتي زي ما انتم شايفين القلقاس ده مجمد. طبعا هو مش احسن حاجه في الاكل، مفيش طبعا احلى من الفريش، بس بما ان القلقاس الفريش بيجي في الشتاء وانا ولادي كان نفسهم ياكلوه فقلت نعمله مجمد، بس طبعا مفيش احلى ابدا من القلقاس الفريش. دلوقتي نزلت بالقلقاس، اول ما بدا يستوي نزلت باللحمه المستويه. واهم حاجه في الخطوه اللي جايه هو السلق. السلق بتاع القلقاس ده معمول جاهز ومجمد. لو انت بتعملي قلقاس فريش يبقى هتجيبي ورق سلق فريش وتغسليه وتقطعيه وتفضلي تشوحي فيه زي ما هنشوف دلوقتي حطيت مكعب مرق مع الشوربه ومع القلقاس واللحمه، وهنبدا دلوقتي ننزل معلقه سمنه بلدي في طاسه على النار. وده السلق زي ما قلت لكم القلقاس اللي بيكون فيه جوه سلق مجمد. هنا عندي 4 باكت فيهم السلق، بحاول طبعا ادوبهم في معلقه السمنه البلدي، وتاخدي بالك انه ما يتحرقش منك اللي بيبقى فيه شويه ميه. وبعد كده نزلت اول ما الميه نشفت براس توم، القلقاس بيحب التوم، وهنفضل هنا نقلب فيهم لغايه ما التوم يتحمر. وهنزل بمعلقه كبيره كزبره ناشفه وربع معلقه كمون. انتوا هنا لو شايفين الطاسه بتاعتي من تحت كده عملت زي ما يكون كده، يعني التوابل والقلقاس بتاعي مسك فيها. التركه دي لانها الطاسه بتاعتي مش سيراميك او جرانيت، دي عشان احافظ على كل الطعم والنكهه بتاعتي. نزلت بكرنيب من الشوربه وتفضلي كده تدوبي فيهم. طبعا ده بتعمليه لما تتاكدي خلاص ان ده اللون النهائي اللي انت عايزاه للسلق، يكون اتحمص معاكي والتوابل ريحتها طلعت. والست الشاطره بقى اللي تاخد بالها من الطريقه دي، تفضلي كده بالمعلقه شويه شوربه لغايه ما تطلعي كل الحاجات اللي لازقه عندك في الطاسه، ادي فيها النكهه كلها. ونزلت بيه على القلقاس تقلبتين كده معايا. وهنا خلاص ما بياخدش وقت خالص في السوا، خدوا بالكم عشان ما يتهريش خالص منكم. طبعا لو انا بعمله فريش هغمق اكتر من كده لون السلق، بس علشان ده مجمد زي ما قلت لكم يعني ما تحاوليش تعملي اكتر من كده عشان ما يدوبش خالص. ودي كانت الطبق بتاعنا النهارده وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. يا ريت ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو بتتابعوني على الفيسبوك فولو ولايك. انا بحبكم جدا جدا. وصفتي النهارده كانت سهله وبسيطه، يا ريت تكون عجبتكم، واستنوني الوصفه الجايه في اخر وصفه من الفيديو اللي انا قلت لكم عليه. هنعمل حاجه حلوه قوي قوي كلكم بتحبوها. اشوفكم على خير، باي باي.